مساء الخير. اهلا بيكم في اسهل طريقة لعمل كيكة الموز. كيكة حلوة جدا واقتصادية جدا، كل مكوناتها موجودة في البيت وكمان مغذية، وكمان مش هنرمي حاجة. يعني الموز لما يطرى منك شوية مش هترميه، هتعملي بيه احلى كيكة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي 3 موزات مستويين طبعا، هبتدي اهرسهم كويس جدا. بعد ما اتهرسوا كويس ضفت عليهم معلقة من الزبدة وربع كوباية من الزيت، وهبتدي اهرس كله مع بعضه تاني. زي ما انتم شايفين كده الموز اتهرى جدا خلاص، ما بقالوش معالم. على الخليط بتاعي ده هحط بيضتين، احط باكو فانيليا عليهم كده، وهنقلب كل ده مع بعضه. كوباية ونص سكر، وهنرجع نخلط تاني كويس جدا. 3 كوبايات دقيق هنحطهم على الخليط ده، وهنضيف بيكنج باودر، وهنقلب كل الخليط ده بقى. وانا بخلط العجينه كده لقيتها تقلت معايا جدا، فطبعا مش هو ده القوام اللي انا عايزاه. هنزل بقى بشويه لبن كده علشان تخف معايا كده. هنجيب بقى شويه شوكليت شيبس او قطع الشوكولاته، هنحط حبه، طبعا دي حسب رغبتك انتي هتحطي قد ايه، وتخلطيها جوه العجينه كده. وكمان هنحط عليها شويه عين جمل مكسر كده، ونخلط كويس ونحطها في صينيه مدهونه. حطيناها في الصينيه بتاعتنا المدهونه، وكمان حطينا ورق زبده جوه علشان ما تلزقش، وهندخلها على فرن 180 درجه لغايه لما تستوي. طبعا ما افتحش عليها خالص، والفرن انا مسخناه بقالي تلت ساعه، ونشوف هيطلع شكلها عامل ازاي. الكيكه بتاعتنا طلعت من الفرن حاجه كده وهم، والريحه قلب الدنيا، طريه جدا. بصوا هشه جدا. ويلا بينا نشوف لما هنقطعها يكون شكلها عامل ازاي. نشوف كده، الحقيقة طرية جدا مش مستحملة. بصوا بصوا من جوه، بصوا الطراوة والطعم بقى انا مش هقول لكم عليه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وان جربتوها وعجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. خلوا بالكم الاشتراك في القناة يا جماعة عشان يجيلكم كل جديد، وكمان ما تنسوش الكومنتات عشان انا بستناها واعرف رأيكم في الحاجات اللي انا بقدمها. ودي كانت طريقة عمل كيكة الموز بأسهل طريقة مع مين؟